سيناريو إمام عاشور، صفقة النادي الأهلي. إمام عاشور متولي عبد الغني، مواليد 20 فبراير 1998 من مدينة السنبلاوين، ويلعب في مركز خط الوسط لصالح النادي الأهلي، وكانت بدايته في المحلة من قطاع الناشئين، وطلع إعارة بعدها لحرس الحدود موسم 2018 و2019 لمدة 3 مواسم، وظهر بشكل تحفة في مركز الجناح، وسجل 4 أهداف، واللي كان من ضمنهم هدف التعادل اللي سجله في حرس الحدود. وفي نفس الموسم كان من أهم اللاعبين في المنتخب الأولمبي، وبعدها انضم للزمالك في شهر 8 2019 لمدة 5 سنين، وكان من ضمن 11 صفقة في وقتها ساعتها في موسم 2018 و2019. وفي الموسم الأول ما كانش موجود بشكل واضح مع الفريق، ثم يقرر فيريرا يلاعب إمام في خط الوسط، ومن هنا كانت تبدأ رحلة التألق لإمام عاشور، وقدر يخلي نفسه من أهم لاعيبة الدوري المصري وأفضل لاعب في الزمالك، وبالأخص في آخر موسم، ولعب 102 مباراة وسجل 15 هدف وصنع 11، وكان من أهم جوان عاشور مع الزمالك الجون اللي سجله ضد طلائع الجيش في الدقيقة 71 بعد تصويبة صاروخية في أقصى زاوية الشياطين لمرمى حارس طلائع الجيش. ثم احترف إمام عاشور في ميتلاند الدنمارك، وفي أول مباراة معاهم إمام عاشور سجل أول هدف أوروبي ضد سبورتنج لشبونة، ولكن يا فرحة ما تمت خدها المدرب وطار، والتجربة ساعتها فشلت بسبب تغيير المدير الفني وقتها، ورجع إمام عاشور لمصر، ولكن من بوابة مختلفة شوية عن اللي خرج منها وهو رايح يحترف، وهي بوابة بطل إفريقيا نادي القرن، ومضى معاهم 5 سنين، وساعتها تعرض للانتقادات الجماهيرية وهجوم إعلامي كبير، وكانوا بيفضلوا يسألوا نفسهم هو ازاي إمام عاشور يبيع الزمالك، ده لاعب خايب وعبيط، وكلام من ده كتير اتقال وأكتر. وبالرغم من الانتقادات دي كلها قدر إمام عاشور يجتهد ويخطف الأنظار بعد ما لبس الفانلة الحمراء ليثبت لهم عكس الكلام ده كله، وصبح من أهم اللعيبة في كتيبة السويسري مارسيل كولر، ولعب مع الأهلي 38 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 9، ودي طبعا بالنسبة له كانت من أهم إنجازاته وحاجة مهمة، لأنه ما سجلش هذه الأرقام من قبل نهاية موسم واحد، سواء فترة تواجده في الزمالك أو حرس الحدود أو ميتلاند الدنمارك. وبعدها تيجي المواجهة اللي ما بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في دولة السعودية، اللي كان كله مستنيها حرفيا، واللي كان كله مستني غلطة لفريق التاني. جمهور الأهلي كان مستني الزمالك يخسر عشان يثبت له إن خدنا الدوري وخدنا إمام، وجمهور الزمالك كان مستني الأهلي يخسر عشان يقول لهم اشبعوا ب6 إمام. وساعتها اللحظة دي كانت صعبة على أي لاعب ضعيف وشخصيته مهزوزة، بس يحبها اللاعب اللي واثق من نفسه ومن قدراته ليثبت للجميع عكس الكلام ده كله، وإنه فعلا لاعب مميز وليه مهارات ممتازة. وكان ساعتها إمام عاشور كل ما يمسك الكرة يكون معاه تدخل عنيف من لاعيبة الزمالك، والمباراة كانت بشكل كبير الكرة مع الزمالك وهو اللي مسيطر على الملعب، وكان من الواضح ساعتها إن الزمالك هو اللي هيكسب، وكان فعلا هيثبت لنا إنه مش فارق فعلا معاهم إمام. ولكن جت اللحظة اللي إمام عاشور استحضر فيها ثقته في نفسه ومهارته العالية، واللي غيرت فيها شكل الملعب، واللي جننت فيها جماهير الأهلي والزمالك، ويسجل عاشور جون ولا أروع في الدقيقة 84، وكانت الصدمة لجمهور الزمالك ولحظة جنونية لجمهور الأهلي. ويسكت على كده إمام عاشور؟ لا طبعا، ويصنع كمان الهدف الثاني لقفشة، ويأكد الفوز للنادي الأهلي، ويثبت لكل اللي غلطوا فيه إنه عكس كل الكلام ده تماما، وإنه اللاعب الأفضل حاليا. ولو كنت قلت الستوريز دي لأي بني آدم كان هيقول لك مش منه الكلام ده، ولكن دي كرة القدم ودي متعتها، ويوم ليك ويوم عليك. وأخيرا وليس أخيرا احتفال إمام عاشور، وباين فعلا إنه ندمان جدا. ولكن كما تعلمون هذا الامر شرحه يطول وانا الليله مشغول، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه.